بس لو في سؤال ممكن حضرتك تقول امتى الواحد خصوصا من بعد التخرج يعرف يقول انا بقيت جاهز دلوقتي عشان ابدا شغل باللي اتعلمته؟ مفيش حاجه اسمها انا بقيت جاهز. انت لازم، ما هي دي المشكله. خليني احكي لكم حكايه. انا كنت غلطان فيها بالسؤال ده. زمان انا كنت عايز، عشان انا ما كنتش خريج حاسبات، لما خدت الدبلومه كنت عايز اخد الماستر واشتغل. فانا قررت ان انا اسيب الشغل، تمام، واركز قوي في الدراسه اللي هي الايه، الدبلومه والماستر في كمبيوتر ساينس بقى، عشان اشتغل. وخلاص بص، قافله معايا، مراتي تجيبني يمين تجيبني شمال وتقول لي، وانا لحد ما قالت لي بلاش تسيب الشغل، الشغل اهم. فيعني انا كنت عايز، لا اللي هو انا همسك الكتب واخد الماجستير وبتقدير مش عارف ايه وايه وايه. الحمد لله ان انا سمعت كلام مراتي. يعني كان هيبقى خطأ استراتيجي رهيب لو كنت عملت كده. وعلى فكره الموضوع ده اصل مش حصل في الاول، لا ده انا حصل وانا عندي ولاد وعندي، بس عشان كان عندي جاب عايز ان انا اغطيها ومش عارف اعمل ايه. فقلت افضل حاجه ان انا اسيب الشغل واركز بقى في الدراسه وابقى عارف اجيب تقدير. فتاني، انت مستعد في اي وقت. انت الحل ان انت اهم حاجه الشغل، وبعد كده الدراسه اللي جنب الشغل. ده وجهه نظري الفلسفه. تمام. فانا زي ما قلت لك جوب اورينتد. هي الفكره، لازم تبقى انت دريفن باي ذا جوب. انا دلوقتي ما بذاكرش عشان اشتغل، انا العكس. انا وانا شغال، يعني مثلا تقول لي هذاكر دي ولا دي، انا مش هذاكر غير لو جات لي في شغلانه. تقول لي يعني انت ما بتطورش نفسك؟ لا بطور، بس انا اولوياتي بقى بتبقى حاجات صغيره كده. لكن انا ما بذاكرش الحاجه غير عشان محتاجها في شغل. فبقيت دريفن عشان كده بتطور في شغلي وبنجح وبعلى في شغلي. مش بروح اذاكر حاجات تانية خالص وشغلي، يعني فاهمين قصدي؟